أهلا وسهلا بكم في قناة جمال أبينو. اليوم السعودية أعطت أمرها للجزائر لكي يصطحب كل الحجاج الجزائريين شهادة طبية تدل على أنهم سليمين عقلانيا، وذلك بسبب ما قام به أحد الجزائريين السنة الفارطة في الحج، بحيث قام بطعن جزائري آخر حتى الموت. وعندما قامت السلطات السعودية بتسليمه للسلطات الجزائرية وطلبت تفسيرا لما حصل، قامت الحكومة الجزائرية بالرد، وقالت بأن هذا الشخص مريض عقلانيا. وبسبب ما قالته الحكومة الجزائرية، السعودية فرضت على كل الحجاج الجزائريين بأن يصطحبوا شهادة طبية تدل على سلامة عقلهم، كما أن أحد الجزائريين ادعى أنه المهدي المنتظر. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أن الشعب الجزائري شعب مقموع فكريا، شعب يعاني من كل الجوانب.